طيب، فترة ما يدور في مصر، عندي خناقة حصلت في مصر الأيام اللي فاتت وما زالت مستمرة على الساحة المصرية، ألا وهي خناقة المعرّضين. إيه ده؟ مين هم خناقة المعرّضين؟ ببساطة ابتدت الخناقة لمّا في بوست نزل على صفحات السوشيال ميديا وخصوصًا تويتر من نجيب ساويرس، يظهر في هذه الصورة مجموعة من الإعلاميين المصريين منهم عمرو أديب، أحمد موسى، تامر أمين، مصطفى بكري، وبيقول في واحد ناقص، هم طبعًا ماسكين طبل وهم الطبالين يعني. فإن هم بيطبّلوا، فقوم إيه، بدأت الخناقة تظهر. الشعب المصري طبعًا كالعادة إن إحنا شعب شمّات وكِلِح، قام جايب الفشار وقال لك بس حلوّت قضيت أوي كده يا رجالة، هات الفشار وتعالَ، هتحصل خناقة. قوم عمّك عمرو أديب اللي هو أول واحد، طبعًا هو لا عمّك ولا حاجة، طبعًا يعني إيه، فشر إن هو يكون عم حد فينا. قام عمرو أديب رَد عليه وقال له إيه: "إحنا ما كسبناش من التطبيل قد ما أنت كسبت من تطبيلك يا نجيب. جايز تطبيلنا كان له أصوات، إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات ويا خسارة وعجبي." يعني أنت كنت بتطبّل يا عمرو؟ الحمد لله على السلامة. أنت كنت مستني نجيب ينكشك يا كوكي؟ أهو نكشك. حلو. يعني أنت عارف إن تطبيلك جاب أصوات يا عمرو؟ لا تعليق. قوم بعد كده قوم بعد كده إيه اللي حصل؟ سِخنت الموضوع، فقال لك إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ده؟ هو الناس بدأت تتكلم ليه كده وإيه اللي حصل وهُم سخنوا على بعض ليه؟ قوم يرد عليك التاني أحمد موسى، يقوم جاي رادق قايد عليه: "عيب عليك يا نجيب، نحن ندافع عن وطن وشعب، لن ننسى دورك وقناتك في 2011 التي استخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء." الله! يعني هو استخدم قنواته ودوره في 2011 عشان يضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وأنت سايبه من 2011 لحد 2022 اللي خلاص هتخلص كمان ساعتين، و2023 هتبدأ وأنتم لسه سايبينه وما اتكلمتوش عنه؟ الله! ولمّا جاب عليكم تطبيل، قال عليكم طبلاطية، افتكرتوا ده وطالعين تتكلموا عنه دلوقتي؟ إيه؟ طيب. إنك من أكثر من كوّن الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك، هذا هو نجيب، مصلحته أولًا. عيب عليك يا نجيب، وما خفي كان أعظم. يعني هو مصلحته أولًا وأنت مصلحتك مش أولًا؟ يعني هو مصلحته أولًا وأنت مصلحتك فين؟ مصلحتك فين؟ ثم التالتة بقى، الخناقة كبرت، وطبعًا رَد عليه نجيب وقال له عزوف الشباب عن مش عارف الثورة والكلام ده وبتاع. ثم حصل إيه، الزغلول الكبير بقى، الزغلول الكبير بتاعهم، تمام، عمك إيه، برضه مش عمك ولا زفت، الأخ نجيب ساويرس يتهمني وآخرين أننا نطبل للدولة، ولست أعرف ما هو مفهوم التطبيل عند سعادة المهندس. هل مثلًا الفخر بجيشنا العظيم يعتبر تطبيلًا؟ هل السعي لمواجهة الخونة والمتآمرين وناهبي الأموال ومهربيها للخارج يعتبر تطبيلًا؟ هل الإشادة بأي منجز ودعم القائد الذي أنقذ مصر يعتبر تطبيلًا؟ جامد الكلام ده، جامد. الواد بُص يا ماما، قام في واحد رَد عليه، هو المفروض بيقولوا إن نجيب رَد عليه، بس هو نجيب ما ردّش، ده ما حصلش، دي صورة متفبركة، بس محتواها ليس مفبرك. فرَد عليه واحد قال له: "لأ يا باشا مش كل اللي حصل ده تطبيل، أفهّمك أنا إيه هو التطبيل، تعالَ. مع جمال مبارك ده أسميه تطبيل، مع طنطاوي فده أسميه تطبيل، المشير طنطاوي رحمة الله عليه. تمام، ثم مؤتمر دعم الإخوان لم يكن تطبيلًا، ثم مؤتمر دعم حزب النور فهو كذلك ليس تطبيلًا، بارك الله فيك يا أخ مصطفى، ثم مع فتحي سرور وعمر سليمان رحمة الله عليه، ثم مع الثوار، ثم مع الرئيس الحالي السيسي. طبعًا ده مش نجيب ساويرس اللي عمله، دي صورة متفبركة لنجيب، ولكن محتواها حقيقي. بُص يا شلة معرّضين، تمام، كلكم عايزين تعرّضوا عرّضوا على نفسيكم، حلو، بس إياك تيجي على الشعب المصري لأنه شايل كتير. عرّض براحتك، مصر طول عمرها لازم يكون فيها جزء بيعرّض، عرّض، بس ما تعرّضهاش على شعبك.
بدل ما تطلع وتعرض، اطلع ناشد الحكومة اللي إلى الآن فيها فشل في مواجهة ما يتم من غلاء أسعار ضد الغلابة، وإنها مش عارفة. على فكرة معنى أقول إن هو فشل مش معنى كده إن هم نصابين، أنا ما بتهمش حد بالنصب، أنا بتهمه بالفشل. زي ما يكون كان عندنا في الكورة في مدرب ناجح ومدرب فاشل، عادي يعني، ليسوا آلهة. بدل ما تدعوهم أكثر لبث بعض السلع الاستهلاكية والأساسية للأسر المصرية عشان تعيش بيها وتوصل بيها لحد الكفاء اللي هو الحد الأدنى من سكر ورز ودقيق وزيت. الأسعار اللي بدأت تنط في السوق نطة جنونية. بدأ والحكومة ماشي يا سيدي عاملة، القوات المسلحة عاملة مبادرات، الشرطة عاملة مبادرات، الحاجات دي يزودوها. ابدأ اتكلم، ابدأ ابحث عن حلول، بدل ما تفضل تعرض في برامجك، وبدل ما تبدأ تعملوا اللي انتوا بتعملوه. راعوا بس في الاول وفي الاخر، بدل ما تفضلوا تروحوا، مش انتوا اللي طلعتوا وقلتوا، بدل ما تطلعوا وتتكلموا عن الفوائد الصحية لرجلين الفراخ وكمية البروتين التي تحتويه، اتلموا. ما تطلعش تعرض، تطلعش تعرض وتيجي بالليل تقول لي رجلين فراخ. توبوا، يعني عملكم الله بما تستحقون. والتاني اللي بيقول لي نجيب سويرس عمل من ورا كلامه او تطبيله عمل مليارات وعمل ابراج. يعني انت اخويا، انت يعني وانت عملت ايه؟ حمام زيت؟ لما عملت رز بلبن، عملت رز بالخلطه يا اخويا. ما انت اغلى مذيع عربي موجود على القنوات، في موجود في قناه ام بي سي. ولا ايه؟ ولا ايه؟ فاكر دي؟ فاكر دي ولا ما انتش فاكرها؟ فاكرها؟ ما تعصبوناش بقى، ما تعصبوناش، خلوا الناس قاعده ما اللي هي في اللي هي فيه. ابعدوا عن الناس الغلابه. الناس الغلابه مش بتبص لكم. ممكن اقفل التلفزيون في وشك عادي، بس ما تطلعوش تعايروا بعض يا ولاد المعرضين. كل واحد فيكم بيعرض ازاي؟ احنا تعريضنا كان بالاصوات، انما انت تعريضك بالابراج. انتوا كلكم معرضين. مستعان. في النهايه آه رساله لكم جميعا، دمتم معرضين لهؤلاء الاشخاص، دمتم معرضين يا جدعان.